هل حسام حسن يصنف من المدربين العظماء في تاريخ الكرة المصرية زي حسن شحاتة والجوهري؟ طبعًا، بكل تأكيد، طبعًا ما فيهاش امم أي كلام. كابتن حسام حسن قاد المنتخب المصري للوصول لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، امم رقم 1. رقم 2، قاد المنتخب المصري لتحقيق أول انتصار ليه في كأس العالم. قاد المنتخب المصري للصعود من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه. صحيح. قاد المنتخب المصري وساعده في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في نسخة شارك فيها المنتخب في كأس العالم. امم فطبعًا بكل تأكيد كنا عايزين أكتر من كده، كنا نطمح في المزيد بس هقول وزعلانين، لك على حاجة. ولكن امم إنجاز طبعًا إنجاز، ويعني يُشكر عليه طبعًا كابتن حسام لا، حسن. انا هقول لك على حاجة الصراحة. انا كنت طمعان في اكتر بقى، ومستني اكتر الصراحه من كابتن حسام حسن. يعني وصلنا دور ال 16 وخرجنا من الارجنتين، اللي هنتكلم طبعا عن الماتش ده. بطل عالم. بس انا كان نفسي بجد بجد المنتخب عشمنا جامد قوي في كاس العالم. عشمك ازاي؟ ان انت في كل ماتش انت كنت بتبان احسن، وكنت بتبان ان انت ممكن توصل لبعيد. وماتش الارجنتين فعلا تحديدًا بقى ماتش فعلا الأرجنتين. فعلا انت كنت تقدر تعدي الماتش ده. طبعًا أنت للدقيقة 10 دقايق 79 أنا كابتن حسام كسبان. حسن قال لك ايه؟ ادانا حته كده، حته مؤلمه بقى، يعني مالهاش علاقه بالكوره بس هي فعلا مؤلمه لاي حد آآ بيسمعها لغايه دلوقتي معلمه. كنا قريبين قوي. إحنا واحنا كنا فعلا كنا كنا قريبين قريبين قوي. أوي. دايمًا يا جو تركيزك في الأوقات الأخيرة من المباراة، في الأوقات اللي هي بتحتاج للتركيز الشديد جدًا، بتحتاج للجانب الذهني، إن أنت تكون ذهنك حاضر، إن أنت تكون مركّز جدًا، ما تغلطش، تحاول ترتكب أقل عدد من الأخطاء. لأ، أنت في الوقت ده أنت بتسرح، أنت ما وده أنا مش باتكلم هنا عن اللاعب المصري، أنا باتكلم عن اللاعب المصري والإفريقي والعربي. دايمًا مشكلة. حلو جدا وده اللي فعلا، حصل، صح، وخُد عندك بالك حق. وهاجيب لك نموذج تاني هاقول لك ليه إنه مش بس المشكلة دي عند اللاعب المصري. كده قلت السنغال، هتقول منتخب السنغال. السنغال، يا نهار ابيض. أنت بتتكلم ماتش بلجيكا، كارثة. واتكلم على فكره ماتش عنه رودي كارثة. جارسيا مدرب بلجيكا. قال لك احنا بالضبط. عارفين ان المنتخبات الافريقيه عندها مشكله في التركيز في اخر 10 دقائق في المباراه، مشكلة كبيرة وهم جدًا. استغلوها وقدروا ان هم ي يقدروا يفوزوا بالمباراه يبقى ويقلبوا النتيجه. بس كده. يبقى أنا دلوقتي لمّا آجي أتكلم عن ماتش مصر والأرجنتين، أنا م. بعد الماتش أنا بصراحة أنا يعني حاسس بشعور غريب جدًا جوايا. م. السوشيال ميديا كلها، وده طبعًا مش عايزين نقول إن هم غلط، ممكن يكونوا صح، بس أنا باكلمك عن وجهة نظري الشخصية. السوشيال ميديا كلها جزء كبير جدًا من الإعلام بيتكلم لأ الحكم والحكم ظلمنا وفي مؤامرة وإنفانتينو والفيفا، الكلام ده كله مش صح. أنا قاعد باتفرج على الكلام ده عمّال أعمل scroll كده، إيه ده؟ حتى لمّا تيجي تنزل تتكلم مع الناس على أرض الواقع بقى، في الشارع، في الشغل، في أي مكان، لأ الآراء دي منعكسة عليهم. م. خلاص هم بدأوا إيه، اقتناع. خلاص. ودي بقى ودي مشكلة كبيرة جدًا. أنا يعني أنا مهمتي كإعلامي أو حتى كصانع محتوى أو influencer على السوشيال ميديا أو أيًا ما كان، أنا بأثّر على عدد كبير جدًا من الناس. فلازم الكلمة اللي أنا أقولها تكون مضبوطة وأكون واثق فيها. طبعا ان انت ويوم ما بتخش أغلط بيوت الناس كلها. ويوم ما أغلط يوم م. ما وارد يكون في خطأ، يكون الخطأ ده مش متعمد. يعني انت شايف ان الحكم ما ظلمناش؟ لأ بُص، كان في أخطاء تحكيمية خلال المباراة. أنا ضد، بُص أنا بس عايز أوضّح جزئية بسيطة جدًا. م. أنا ضد إن الحكم كان متعمد وإن كان في تخطيط مسبق بإن المنتخب المصري يكون خارج المونديال. أنا ضد الكلام ده خالص ومش مقتنع بيه. ماشي. ولكن كان في بعض القرارات التحكيمية ضدنا، كان في بعض القرارات التحكيمية ضدنا. ولكن يعني خلّينا نقول إن أنا بطبعي أنا لأ، باحب دايمًا أبتعد تمامًا عن الكلام عن الجانب التحكيمي أو القرارات التحكيمية. أنا دايمًا باتكلم عن أخطائي، أنا كنت كويس في إيه، أنا كنت وِحِش في إيه، أنا كنت كان ممكن أعمل إيه وما عملتوش أو عملت إيه يعني فاهم؟ ايوه. ده اللي أنا دايمًا باركّز عليه. الكورة بقى الهدف اللي دخل المنتخب الارجنتيني الثالث اللي هم دخلوه، كان في كوره لمحمد صلاح في منطقه الجزاء. ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش أي حاجة، بجد. إحنا بنتفرّج على كورة بقى لنا كام سَنة؟ امم بقى لنا 20 سَنة بنتفرّج على كورة. امم الكورة ما فيهاش أي حاجة. الكورة دي ما فيهاش أي حاجة. بس كوره محمد صلاح كان فيها لمسه طفيفه جدا من الفاريز، مظبوط كده؟ احتكاك عادي جدًا. احتكاك عادي. آه. طب ما كوره مروان عطيه احتكاك عادي؟ لأ. نتكلم بقى بكورة، بنتكلم ازاي؟ كورة. لأ ازاي؟ كورة مروان عطية مش التحام وعجبني عادي. جدا الان شيرر على فكره ده يعني كل الناس الرياضيين في العالم كلهم اتكلموا على اللقطه دي، وقال لك ان مصر اتسرقت في المباراه دي بشكل كبير جدا. أنت عارف أنا ممكن ألوم على الحكم في إيه؟ ألوم على الحكم في حاجة واحدة بس. امم إيه هي؟ إن أنت كنت ممكن ترجع على الVAR. وده بني. كان لازم يكون في ضغط كبير من اللعيبة جوّه طبعا الملعب، طبعا على فكره، لا اللعيبه ضغطت مش تقريبا، من الجهاز الفني والإداري، مش اللعيبه من كابتن ضغطت. حسام وكابتن إبراهيم وكابتن سعفان. أنا من اللعيبة اللي جوّه أرض الملعب. يا ابني يا روح حبيبي، شوف الVAR. انت لو جيت بصيت كمان الحكم اللي يبين لك ان هو ما كانش في دماغه ال الاحداث دي كلها في نقطه فاتت عليه. ايه النقطه اللي فاتت عليه؟ زيكو لما جاب الجول الثاني عمل ايه؟ احتفل وقلع التيشيرت.
هل زيكو اتحسب عليه انذار في المباراه؟ لا. بس انا بقول لك الحكم ليه؟ لان ممكن هو يكون كان في. تركيزه كله انا عايز الغي الجول. خلينا نلخص كل الكلام ده دلوقتي. مم. انا مش بتكلم ان المنتخب المصري ما تعرضش لاي مش عايزين نقول ظلم تحكيمي، لا كان في اخطاء لا تحكيميه علينا. انا بالظبط. مشكلتي انا متفق كلها معاك او اللي انا جدا. ضده ان الاخطاء التحكيميه دي مدبره، وان الاخطاء التحكيميه دي انفنتينو كان عارفها والفيفا كانت عارفاها والحكم. الكلام ده بالنسبه لي هراء. ماشي، بس هو بالنسبه لي هراء. عامة يعني بص، في منتخبات بتبقى حبايب للفيفا، مش حبايب مش للفيفا، بتبقى وبتبقى في افضليه. ليه فكره التسويق والدعايه. السياسه طبعا والتسويق والاعلان وكل ده بني مظبوط. مهم جدا انا وبيدخل. انا على ليه فكره انا بقى؟ معترف بده جدا. ليه؟ لان انت، ودي على فكره تقارير نزلت وكلها حاجات مؤكده، يعني انا بقول لك حاجات على ضمانتي وحاجات مؤكده، ان انت بعد خروج منتخب البرازيل، نيمار طبعا قوه ضربه جدا في طبعا كاس العالم، طبعا وفينيسيوس والكلام ده كله، بعديها خرج كريستيانو رونالدو من البرتغال، تمام؟ فهتبقى الضربه اكبر بخروج ميسي. فانت كده ايه؟ اولا سعر التذاكر بتاعه المباراه بتاعه سويسرا اول لما تعرف في الارجنتين زادت، طبعا صح كده؟ اكيد حلو، ده منطقي. تمام. الاعلانات ونسبه المشاهده بعد خروج البرتغال وخروج البرازيل وخروج مين؟ امريكا صاحبه الارض، نزلت 60%. تمام، نزلت 60% او 40% المشاهدات. تمام. فبخروج ميسي كمان وخروج منتخب الارجنتين، لا كده كاس العالم باظ، كده كاس العالم باظ. فانت عندك ايه؟ بيبقى حته بقى ايه؟ لا افضليه، لا حاول ايه يعني نخلي المنتخب ده موجود شويه، نخلي مش عارف ايه الكلام ده كله. بس انا بقى سيبك من الحته دي كلها. انا مش عايز برضو ايه ان احنا نعلق كل حاجه للتحكيم. لا طبعا مش هعلق كل حاجه اكيد، للتحكيم. ولا على احنا الدعايه عملنا بقى والاعلان ايه؟ والكلام ده يعني. احنا اخطائنا كانت ايه؟ دي اللي انا عايزك تفسرها بقى للمدرج كله. انا كنت اتمنى طبعا ان التغييرات بتاعت كابتن حسام خلال المباراه تكون افضل من كده، خاصه الشوط الثاني. مين كان المفروض ينزل؟ الثاني مين المفروض ينزل ومين المفروض ما ينزلش؟ بص، اولا حسام عبد المجيد كان مهم جدا، وده م. طبعا انا عايز ده اللي بقول لك عليه، مصر كلها اتكلمت في الموضوع ده. حسام عبد المجيد كان دوره مهم جدا. انا خلال اخر ربع ساعه من المباراه وكابتن حسام عملها في استراليا. طب عملها ليه في ما عملتهاش استراليا، هنا؟ خاصه ان انت بدات تاخد بالك ايه اللي بدا يحصل. صح، برافو ميسي عليك. بدا يروح ناحيه اليمين وخلاص. انت العمق، انت 100 خلاص، انت العمق قفلته بشكل كبير جدا، وبقى صعب جدا ان المنتخب الارجنتيني يخترقك. ميسي في العمق مش عارف يعمل معاك حاجه، انزو مش عارف، ديبول، باريس، كل اللعيبه، كل العناصر اللي موجوده في نص الملعب مش عارفين يعملوا حاجه. صح. الفاريز بينزل نص، اللي بيحاول يدخل لجوه مش عارف. تاليافيكو ناحيه الشمال ومولي، محدش مش عارفين يعملوا معاك ايه. ايه اللي حصل؟ قال لك بس خلاص، في ثغره عندنا في مصر في التمركز في العرضيات والكرات الثابته تحديدا. صحيح. ميسي راح ناحيه اليمين وعينك ما تشوف الا وخاصه ان قبل كره الجون كريستيانو روميرو قبل الجون في اكتر من، يعني في حوالي كورتين ميسي برضو قبليهم، صح. كورنر تتلعب قصيره تروح لميسي، ميسي يعلق جوه وربنا ستر في كره واثنين. فكابتن حسام كان لازم من على الخط ياخد باله من التفصيله دي، ولكن خلاص الحمد لله عملنا بطوله كويسه. بطوله ممكن ما كناش يعني لو سالت اكبر المتفائلين قبل البطوله مش هيقول لك منتخب مصر هيوصل دور 16 وهيحرج المنتخب الارجنتيني بطل العالم. طبعا لا بس كنا عايزين بس اكتر. نرجع لحاجه ثانيه اباني، معلش، في موضوع التغييرات اللي كانت المفروض تحصل والكلام ده كله. انت دلوقتي هي تغييره، والله العظيم انا دي بالنسبه لي يا مربط الفرس هي اللي غيرت الشكل بتاع المنتخب كله. مين؟ هيثم حسن لما خرج. هيثم حسن اول لما خرج انت فقدت قوه ضرب على اليمين بشكل غير طبيعي، شكل الملعب كله اتغير. تريزيجيه اول لما نزل ناحيه الشمال الثلاث اجوال من ناحيته، الثلاث اجوال كلهم من ناحيته تغطيات. انت طب انا هسالك سؤال مش بس عايزين برضه نرجع لنقطه هيثم حسن ان لازم ياخد قدر كبير جدا من الاشاده. طبعا لا هنرجع له طبعا، بس انا بكلمك انت دلوقتي دقيقه 92 او 91 تقريبا، الجول اللي دخل فينا الجول الثالث كان تقريبا في الوقت ده، انزو فرنانديز، صح كده؟ ازاي في اتنين بس هم اللي مغطين ورا؟ ازاي في هجمه وانت في اخر دقايق المباراه ومتعادل والماتش كان على كف عفريت والارجنتين كانت ضاغطه بشكل غير طبيعي، اتنين بس اللي ورا مغطين؟ كابتن حسام ما قدرش يتقبل فكره ان هو كان كسبان 2-0 ولا اللعيبه على فكره. انت دلوقتي لما بتكون كسبان مش مصدقين، انا كسبان 2-0 انا دلوقتي خلاص، احنا كمشجعين فاضل 10 دقايق مش مصدقين. عايز اقول لك على حاجه، انا كنت قاعد مع بعض الناس خلال المباراه دي بنتفرج مع بعض، الناس بدات تفتح تشوف احنا هنلعب مع مين. الماتش سويسرا كولومبيا كان لسه هيتلعب بعدين، كان الساعه 11. الماتش الساعه كام؟ والماتش ده احنا لو كسبنا هنلعب امتى؟
وفين انت وازاي متخيل وكل حاجه. انا واحد من الناس، انا بقول لك انا واحد من الناس بدات اعمل كده. مم. انا خلاص انا ضمنت اداره، يعني وصلت لمرحله انا خلاص انا واثق ان المنتخب المصري خلاص فاز على المنتخب الارجنتيني، لا الماتش انتهى. انت الفكره كمان يا اباني، انت الماتش كان فانا في جيبك. ده انت ما بالظبط. سجلتش مره ولا اتنين، ده انت سجلت 3 مرات. ده برضو بقى ده الجانب الذهني. ده ايوه صح، الجانب برافو الذهني. عليك اللي انت اتكلمت انا عليه في الاول. انا كلاعب كوره، او انا كلاعب كوره، او انا كمدير فني، انا لازم ذهنيا ابقى حاضر. انا ذهنيا عادي جدا 2-0 لو اتشتت بقت في خلاص لحظه خلصت. 2-2 صح بقت 3-2. لازم يكون عندي حل لكل ظرف خلال المباراه ممكن اتعرض له. صح. لكن اللي حصل طبعا الحمد لله. الحمد لله. خلينا نرجع لهيثم حسن. هيثم بجد كان يعني فاجئنا كلنا، والحمد لله ان هو كان على قدر كامل من المسؤوليه. انت عارف المشكله في ايه؟ امم. ان هم للاسف خلال السنين الاخيره، يعني مش عايز اقول المصطلح ده بس انا هقوله قول. وانت كده تفهمني. ضحكوا علينا وفهمونا ان اللاعب المهاري انتهى، او ان اللاعب المهاري ما بقاش موجود في الكوره. صح. ان خلاص احنا دلوقتي في عصر، خلينا نقول عصر الروبوتات، عصر الكره الحديثه تعتمد على القوه، تعتمد على الاحتكاكات، الالتحامات، الضرب، الجري. خلاص، وان اللاعب المهاري ده خلاص ما بقاش موجود، وان بقى مش ده اللاعب اللي انا هدور عليه، ومش ده اللاعب اللي انا هكون عايزه في فريقي. للاسف احنا ضحك علينا خلال السنين الاخيره، او خلينا نقول يعني وصلت لنا الافكار دي. صح. ولكن هيثم حسن خلانا نرجع نفتكر تاني ونعرف ان لا، الكوره الجانب المهاري فيها مهم جدا جدا جدا. جدا. ومش بس مهاري، انا مش بتكلم عن المهاره، مهاري ايجابي. ودي ميزه هيثم حسن، هو لاعب مهاري ولاعب ايجابي، بيعرف يصنع، بيعرف يشوط، بيعرف يتحرك بشكل كويس جدا. هو لاعب مش مجرد بديله الكوره في رجله هو لا لا لا، لاعب اكتر كبير، لاعب حاجه كبير اكتر قوي. حاجه عجبتني كمان في هيثم يا مو، ان هو بيروح واحد على واحد مش خايف. يعني هو اللي رايح، هو ما بيستناش ان المدافع هو اللي يضغط عليه، لا ده هو اللي رايح، ورايح عايز يرقص وعايز يعدي وعايز يواصي وعايز يبني هجمه وعايز. فاهم؟ لعيب عايز ليه؟ لان انا مثلا كان في بدايه البطوله كانت التغييره المفضله دايما لكابتن حسام حسن كان زيزو. ايوه زيزو كان كابتن حسام حسن بينزله وعنده مهام وهو عايز يعملها بقى، سواء بقى كابتن حسام حسن عايز يفكر ان هو عايز يعمل مهام دفاعيه، مهام هجوميه، الكلام ده كله. ولكن انا بكلمك في حته ايه، زيزو كان بالنسبه لنا تغييره ضايعه بالنسبه لنا، والشعب المصري كله كان مجمع على الموضوع ده. لا نزل هيثم، عايزين نشوف هيثم، الكلام ده كله. وقد كان ان هيثم لما نزل انت شفت ايجابيه على المرمى بشكل كبير لاعب جدا، شفت لعيب بيمسك لك كوره كويس جدا، شفت لعيب عنده جرأه هجوميه قويه جدا جدا جدا. مختلف. هيثم لعيب بيستلم الكره على الطرف، بيشد كره للامام بتسارع مبهر، يقف عليها، يلم لعيبه حواليه، يفضي في مساحات في العمق لامام، لهاني. لعيب اكتشاف، لعيب اكتشاف. شوف بيعمل كام حاجه، 5 حاجات انا قلتهم. هم ممكن تشوف ان هم حاجات عاديه، يعني حاجات صعبه جدا وحاجات مش اي جناح بيقدر يعملها. صح. مش اي جناح صح. يقدر يعملها. انا دايما يا جو بشوف ان الكوره لعبه بصريه في المقام الاول، بعيدا عن الارقام، بعيدا عن الاحصائيات، التحليل الرقمي، التحليل الكتابي، كل الحاجات دي جوانب مهمه طبعا. جدا. ولكن الكوره في المقام الاول هي لعبه بصريه. صح. لان للاسف الارقام والتحليلات خلينا نقول اللي هي الكتابيه او التحليليه المبالغ فيها، زي ما تقول بتصنع هالات اعلاميه تجبر المشجع او المتفرج على قبول اشياء غير منطقيه. بمعنى ان ممكن يكون لاعب ارقامه كويسه جدا، ارقامه في التمرير، ارقامه في استخلاص الكوره، ارقامه هنا زي ما تقول بيتسوق له او بيتعمل له بروباجندا ان هو لعيب سوبر، او ان هو لعيب. ايوه مفهوم. لا، احنا بنتكلم الكوره لعبه بصريه. انا لا باللي انا شايفه عمر المهاره ما هتنتهي. وده اللي هيثم حسن خلانا نرجع نفكر فيه ونفتكره خلال المونديال الاخير. ليه؟ عارف يا اباني، يعني عندنا في الدوري المصري الجميل بتاعنا خلينا نكون متفقين والدنيا واضحه جدا، اللعيب المهاري بقى عمله نادره جدا في الدوري المصري، بقى عمله نادره جدا. انت تشوف لعيب مهاري عنده كرة كويسه جدا، يعرف يرقص، يعرف يعدي، يعرف يباصي، يعرف يبني هجمه، يعرف. عارف ليه؟ مم. قول لي ليه؟ لان للاسف انت اصلا ايه مقياسك للموهبه؟ مقياسك للموهبه للاسف احنا في مصر، ومش عايز اعمم برضو، ولكن الغالبيه العظمى مقياسها للموهبه هو اللاعب ده بينطط الكرة، بيعرف ينطط الكرة كام مره، بيعرف يدي كوبري ولا لا. ده فري ده ستايلينج. للاسف لا ده فري ستايلينج، دي مش كوره. ما هو بالظبط، انت ده مقياسك للموهبه. مفيش سياق اكاديمي بيعزز وبيطور
من المواهب دي. مم. مفيش سياق، ما عندكش سياق اكاديمي يعلم اللاعب يعني ايه تمرير، يعني ايه تمرير، يعني ايه سلم، يعني ايه استلم، يعني ايه يتحرك، يعني ايه يضغط، يعني ايه حلل وضع الخصم، تحليل وضع الخصم. دي ده حاجه مهم الف جدا، ب مهم في جدا. المدارس الاوروبيه. يعني ايه التفكير قبل الاستلام، وابقى عارف انا لما وعارف انا هستلم هعمل هعمل ايه، ايه. صح، برافو انت عليك. عندك مشكله في الجانب ده، مشكله كبيره جدا، ولازم انت مقياس الموهبه بالنسبه لك يتغير بالنسبه للكشافين، بالنسبه للمسؤولين عن هذا الملف. عارف يا اباني، انا عجبني جدا سياده الرئيس لما استقبل بعثه المنتخب، قال كلام حلو قوي. قال احنا مش معقول ان احنا ما عندناش زي محمد صلاح، زي شوبير، الكلام ده كله. لا، اكيد احنا عندنا مواهب، 120 مليون، اكيد عندنا مواهب وكلام كتير جدا. ولازم الناس المعنيه بهذه الملفات ان هم يتصرفوا في الموضوع ده على هذا الاساس، وندور على مواهب كتيره ونثقل المواهب دي والكلام ده كله. كلام في الصميم. بس هو ده كده، اللي انا بدور عليه. بس كده. لازم يبقى فيه زي محمد صلاح كتير، ولازم زي يبقى فيه مواهب كتير جدا اقدر استفيد ولازم بيها. مقياسك للموهبه زي ما لسه كنا بنقول دلوقتي، مقياسك للموهبه يتغير. يعني ايه بالظبط. موهبه؟ صح. عشان لما اجي اختار ابقى عارف مين الموهبه ومين اللي مش موهبه، مم. ومين اللي ينفع ومين اللي ما ينفعش. يعني بص هقول لك على حاجه، يعني هيثم حسن اكيد اكيد مش هو الوحيد. لا، ده في كتير جدا، في كتير وانا بقول للناس الصراحه، يعني احنا هنشوف الفتره الجايه لعيبه، لا كتير لعيبه كتير قوي ممكن نستفيد بيهم في ملف مزدوج الجنسيه ده. يعني مثلا عندك لعيب وده فعلا فلته، ولعيب كويس جدا جدا جدا، اسمه ريان ابو الناي. باريس سان ريان ده جيرمان. بالظبط كده بيلعب في باريس سان جيرمان، كان بيلعب في فريق تحت 23 سنه، طبعا هو عنده 19 سنه تقريبا. وتصعد مع انريكي. بيلعب نص ملعب، مهاجم. بيلعب نص ملعب مهاجم 10 يعني. لا. فلويس انريكي صعده في المعسكر الاخير ان اه هو يفضل معاهم فتره الاعداد والكلام ده كله. فحاجه في منتهى لا، وبعدين الجمال، صعدوا مع وعنده مين؟ 3 بيلعب جنسيات. دلوقتي مع كفاره، وبيلعب دلوقتي تلاقي ديمبلي، وديمبلي ديمبلي جاي راجع يلعب معاه، بالظبط. بيلعب مع نجوم فيتينيا، كتير، اشرف لا حكيمي. وجواو نيفيز، لا في كتير، طبعا. ونونو مينديز. شوف بقى الليفل اللعيب اللي بيلعب معاه دلوقتي، ده ايوه يفيده قد ايه كمان، هو اصلا موهبه. شوف بقى لما يلعب في الليفل ده مع اللعيبه دي، مع مدرب زي لويس انريكي، طبعا شوف ممكن يوصل لفين. بالظبط كده. فانت دلوقتي اللعيب ده عنده فرصه ان هو يمثل 3 منتخبات، 3 منتخبات، منهم منتخب مصر. وتقريبا منتخب الجزائر كمان اه في فرصه. تمام. فانت دلوقتي فريق السكاوتنج تبع اتحاد الكوره، لا انت لازم تتحرك، لازم تتحرك وتحسم الملفات دي. ليه بقول الكلام ده؟ بقول ان احنا دلوقتي بقى عندنا ايدج مختلف عن قبل كده. ايه الايدج اللي عندنا مختلف قبل كده؟ ان اللعيبه دي نفسها شافت منتخب مصر في كاس العالم عامل ازاي. منتخب مصر وصل لبعيد في كاس العالم، ودي حاجه كويسه، فاهمني؟ فانت دلوقتي اللعيب لا يتشجع ان انا ممكن يبقى عندي فرصه العب اساسي مع منتخب مصر بعد ما شاف هيثم حسن بيشارك. طبعا مظبوط طبعا كده. طبعا. ليه؟ لان دي المواهب اللي احنا عايزينها. اسمك هو هيثم حسن اصلا في بالظبط كده. البدايه قبل ما انت تعمل حاجه في كاس العالم، اختارك ليه؟ عشان اسمك، عشان بالظبط. منتخب مصر. قبل منتخب ما مصر. نعمل حاجه احنا، حد كان يعرف ان احنا لا نوصل دور طبعا، لا 16؟ طبعا. محدش كان يعرف. بالظبط. بس هو اسمك، انت اسمك اسم منتخب مصر فكاس العالم كبير زودك، قوي، كبير قوي. فكاس العالم زودك كمان. طبعا. عندي كمان سنه بطوله افريقيا 27 مم. وراها بطوله 28. 28 فرصه طبعا. جامده جدا، فكل فرصه اللعيبه جامده. دي طبعا وعندك تيبو جابريال بيلعب في ماينز الالماني، وعندك سليم سليم. توليب بيلعب في هيرتا برلين. فعندك اكتر من لعيب تقدر طبعا. ورضا عيد حمزاوي برضه بيلعب في اوكسير وكابتن فريقه. سوني شاربلز موهبه كبيره جدا. فعندك اكتر من لاعب، وعندنا حاجه بقى ولسه ثانيه. في كتير. لا غير دول، اه. غير بقى غير مم. مزدوج الجنسيه، ده ملف لازم مم. لازم يتحط تحت الميكروسكوب ولازم طبعا نشتغل طبعا. عليه بشكل كبير مم. جدا. عندك بقى لعيبه في الدوري المحلي، لعيبه مهمه جدا، تبص عليها بقى. لعيبه يعني لعيبه غير بقى المزدوج الجنسيه. مم. عندي لعيب زي، انا عاجبني قوي عمر سيد معوض. لعيب جامد. اتمنى انه يخرج من الاهلي. مم. اتمنى، يعني هو ممكن يكون لعيب مفيد للاهلي، ولكن لو خرج من الاهلي انت عايزه هيلعب. يلعب. انا عايزه يلعب، انت عايزه عايزه يلعب. يتشاف. عارف. عمر اه. عندك محمد عبد الله، لعيب كان كويس نفسي جدا كان برضه. نفسي يلعب اكتر مع سيراميكا. انت دلوقتي اتكلمت عن عمر سيد معوض واتكلمت عن محمد عبد الله، في لعيب كمان يا اباني من الزمالك محمد ابراهيم جامد جدا. لا، محمد ابراهيم باك رايت، عشان رايت ظهر باك كمان. طبعا. ظهر كمان مع نادي الزمالك في الموسم اللي خد فيه الدوري، نادي الزمالك موهبه طبعا محمد دوري ابراهيم اعجازي. لازم يتجهز. بس انا بكلمك في لعيب اسمه ايمن امير عبد العزيز. مم. ايمن امير عبد العزيز ده يا اباني مستقبل كبير جدا في خط الهجوم، بيلعب وينج وبيلعب مهاجم، لعيب عالمي. ماشي، كل لعيب دي كويس احنا جدا عندنا جدا جدا. احنا عندنا مواهب كتيره جدا، بس طبعاً. انا المواهب دي لازم تلعب. وفي انس وائل برضه في الزمالك، وفي حاجه انس جامده وائل جدا. بيقولوا عليه شيكابالا الجديد. يوسف وائل الفرنسي برضه في نص الملعب، حاجه جميله. ايوه، عندنا مواهب كتيره فعندك جدا. كتير. وفي النادي الاهلي في في بيراميدز، طبعا في طبعا بيراميدز طبعا. مواهب مم. رهيبه. مم. ولكن الفكره بقى ان اللعيبه دي لازم تلعب. وانا بالظبط. واثق حتى مليون لو في يطلع الميه، اعراض. واثق مليون في الميه في كابتن حسام حسن. مم. كابتن حسام حسن من الناس اللي عندها ضمير قوي، طبعا. وعينيها حلوه. اه. يعني عنده ضمير وعينه حلوه. كابتن حسام كان لسه ليه تصريح من قريب بيتكلم ان انا الفتره الجايه هتشوفوا لعيبه في المنتخب من دوري هو المحترفين. قال لك انا ببص على كله.
انا ببص طبعا حتى من ما دوري عندي المحترفين، صح، ما برافو عنديش عليك، اي صح. مشكله. وعلى فكره مم. ما تستبعدهاش خالص من كابتن حسام. مم. مين كان يتوقع ان مصطفى زيكو هيكون جناح اساسي في تشكيله كابتن حسام حسن؟ محدش كان مصدق ده. محدش عارف يصدق. كمان كابتن حازم امام طبعا اسطوره نادي الزمالك قال لك حاجه ضحكتنا كلنا. قال لك ايه؟ قال لك وهو فعلا دي حقيقه. قال لك ده زيكو عمل كل حاجه في الكوره، اه سجل في البرازيل، سجل في يقول الارجنتين، لك مش عايز حاجه تانية. ما فيش لعيب في الوطن العربي ما حدش عملها عملها، حقيقي. فاهم؟ فحاجه جميله جدا. وزيكو حتى شخصيه محترمه وجميله وكل قبله حاجه. قبله كان موجود مين مم. في نفس البوزيشن بتاعه؟ اسلام عيسى. اسلام برضو على فكره. فكابتن بس سبحان حسام الله برضو دايما هي هو دايما بره اغزى. الصندوق، مم. دايما بره الصندوق. ناس كتير اتكلمت كان طبعا قبل المونديال عن مصطفى محمد. مم. كان اي حد يقول لك طبعا اكيد مصطفى محمد هيكون موجود. مصطفى محمد ما كانش موجود. استبعده. مم. فهو في كابتن حسام ليه رؤيه وعنده عين وعنده ضمير بس كبير هقول لك على جدا. حاجه، نرجع لزيكو. عارف زيكو ده اباني بيفكرني بايه؟ هو نوعيه اللعيبه اللي بتحركاتها ممتازه جدا، بيعرف جدا يتحرك جدا 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 وبيعرف جدا. يفنش. بيفكرني بمين؟ فكرني بتوماس مولر. توماس مولر ما كنتش تفهم له مركز في الملعب ده خالص حقيقي ده خالص. حقيقي ده حقيقي. بس تلاقي توماس مولر دايما موجود في منطقه الجزاء، اقسم بالله يعني اوت اوف نو وير، انت ما تفهمش توماس مولر جاي منين وبيسجل هدف. بس ما كده تفهمش. هو زيكو هو زيكو فعلا. كده بالظبط. زيكو نفس عارف توماس زي مولر مين ده في كاس حقيقي. العالم ده كمان؟ زي مين؟ ميكيل مورينو. ميكيل مورينو حرفيا ديلافوينتي بينزله. هو دايما برضو ما تعرفش هو موجود فين، ما تعرفش مركزه ايه في الملعب، تلاقيه في منطقه الجزاء بيخلص الماتش. عملها في ماتش البرتغال برضو، نزل دخل جول في الدقيقه 91 وخرج البرتغال بره ماتش البطوله. بلجيكا. ماتش بلجيكا نزل برضو في الدقيقه 87 88 دخل جول. فانت بتتكلم برضو زيكو من النوعيه دي، ودي حاجه النوعيه اللي ما تزعل. تفهمش مركزها ايه، انا ولكن بيخلص الماتش. بيخلص ماتش. بس انا زيكو ده زعلان عليه. ليه؟ زعلان عليه جدا زيكو. وده حاجه مخلياني زعلان على منظومه الكره المصريه. مش عايزين ده دلوقتي بنتكلم احنا مبسوطين وفرحانين نتكلم عن نجاحات، ولكن زيكو ظهر متاخر قوي. فين العين اللي كانت لازم تكتشف لاعب زي ده بدري شويه؟ زيكو 30 سنه. بس كان بيلعب فين يا اباني؟ كان بيلعب في جمهوريه شبين، جمهوريه بعد شبين كده راح حرس الحدود، رحله طويله بعد جدا. كده تقريبا راح بعد كده راح زد وراح كده راح وبيراميدز، بيراميدز. فاهم؟ فمتاخر. فدي مشكله. ده اللي بقول لك عليه، اكتشاف المواهب من بدري ده ملف لازم نشتغل عليه طبعا بشكل كبير جدا. طبعا من دلوقتي. لا كمان انا من دلوقتي لازم اخطط لكاس العالم 30. لا ده اكيد دلوقتي. ده احنا لا. بس انا بقى عندي مشكله، واتمنى الناس ما تزعلش مني، يعني اللي هو ايه، احنا بنفرح بس بنزود سنه في الفرحه. انا ضد كل اللي بيحصل خلال الفتره اللي فاتت ده. لا. انا متضايق جدا انا ما عنديش خلاص بقى. مشكله، افرح وخلي الشعب يستقبلك. ليه؟ ده طبيعي، انت عملت انجاز حلو جدا ومهم جدا. انت اول مره في تاريخك تكسب اصلا ماتش في كاس العالم، واول مره توصل دور 16. طبعا افرح، والاستقبال تستقبل الناس حلو ومش عارف ايه والكلام ده كله. ليه؟ النرويج عملت كده. النرويج استقبلت البعثه بتاعت المنتخب بتاعها مره واحده خلاص. بالظبط. خلاص حلو كده. ليه؟ انا بقى عندي مشكله في تبعيات الموضوع. بالظبط. انا بقى لا، ده يطلع لي في برنامج كذا، وده يعمل كذا، وده يتكلم في كذا، وده يروح في كذا، وده خلاص يا جماعه مش بقى. منطقي خالص. يا جماعه لا خلاص مش بقى، منطقي. مش عايزين نضحك الناس علينا، عايزين نشتغل. عايزين نشتغل خلاص بالظبط. بقى، يعني كفايه. عايزين فاهمني؟ نشتغل. انا عندي خلاص. انا شهر 9 عندي تصفيات تصفيات افريقيا. وابتدت الدوري هيبتدي، يعني خلاص بقى بقى. انت رجعت تاني وفي للجد. ملفات تانية احنا شغالين عليها، المسؤولين شغالين عليها. طبعا انا عايز ادخل بطوله افريقيا وانا معايا من 3 ل 4 لعيبه زي حسام حسن. بالظبط ده كده. لازم يكون تارجت. لازم. انا لازم كاس العالم 30 ابقى من دلوقتي بجهز له كوادر، بجهز له لعيبه شابه. الجيل الحالي للمنتخب سنه 2030 هيبقى اعمارهم عامله ازاي؟ ايه اعمار اللعيبه دي؟ حمدي فتحي دلوقتي 32 عنده 36 سنه، تريزيجيه 36 سنه، بص اعتقد محمد صلاح 38 سنه. الاعمار بتكبر، فانا لازم اجهز انا اعتقد جيل في جديد. اعتقادي كمان ان بعد كاس العالم ده في لعيبه كتير هتكون بره المنتخب. بالظبط كده. برافو عليك. على فكره. وعلى فكره ده مش وحاشه من كابتن حسام. لا هو كفايه، لكن هو في تخطيط ناس المستقبل. كفايه عليهم كده. بالظبط كده. لا انا دلوقتي ببص ايه الاحداث. يعني انا اقدر اقول لك كام اسم كده كفايه عليهم، بس مش هنقول، يعني بلاش نقول اسامي. احنا عارفين بس هم هم مين. معروفين. احنا عارفين هم مين، معروفين. والناس عارفين هم مين. لكن انا دي مش وحاشه من كابتن حسام. ليه مش وحاشه من كابتن حسام؟ هو بيبص دلوقتي على الحدثين اللي جايين قدامه. ايه الحدثين اللي جايين قدامه؟ 27 و28. بطوله افريقيا 27 وبطوله افريقيا 28 وكاس عالم والحدث 30. الثالث 30. لو هو طيب مكمل طبعا كان فانا بشوف لازم. انا شايف ان هو لازم يكمل. ولكن افكرك البطوله افريقيا اللي جايه هيبقى فيها كلام. هتحسم حاجات كتير. هتحسم حاجات كتير قوي. يعني انا مع احترامي، انت مفيش فرصه احسن من كده بقى. يعني يا 27 28 لازم واحده منهم تبقى لمصر ان شاء الله. لازم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. واتمنى ان احنا نحاول نقدم ملف لاستضافه كاس الامم الافريقيه 2028. لان انا مش عايز اعيش
مش عايز اعيش على ان انا اتاهلت دور ال 16. لا انا عايز بالظبط. اكسب بطوله افريقيا من 2010 ما كسبتهاش. وده ونرجع بقى نقول حاجه تاني، انت قلت حاجه دلوقتي حلوه، مم. مش عايزين نعيش على ان انا اتاهلت دور ال 16. نرجع ونقول بقى ايه ده؟ المينتاليتي. صح. ده اللي محمد صلاح اتكلم فيه من 7 او 8 سنين، ده اللي بيظهر دلوقتي. هقول لك على حاجه، محمد صلاح شفته في اي برنامج لا. لحد دلوقتي؟ طيب شفته في احتفاليه المنتخب في استاد القاهره؟ لا بس تقريبا كان عنده شفته حاله في وفاه يعني. كان عنده، بس قصدي اقول لك ماشي كان ممكن يطلع في اي برنامج بس هو دلوقتي. فعلا يا عندك حق. منتاليتي. انا دلوقتي بستعد وبجهز نفسي عشان اشوف التيم اللي انا هروحه خلال الفتره اللي جايه، عشان استعد، عشان اكمل، عشان تصفيات في افريقيا، صح. عشان العب بطوله افريقيا. طب خد عندك المينتاليتي دي دي. المنتاليتي. خد عندك المينتاليتي دي. حمزه عبد الكريم انت حمزه شفته؟ عبد الكريم طبعا. حمزه عبد الكريم نادي مفيش. برشلونه قال له ايه؟ قال له لو انت عايز تريح شويه وبعد كده تبقى لا 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 تجيلنا، لا، قال لك لا انا هاجي واقعد معاك فتره الاعداد مع هانزي فليك والكلام ده كله. وعشان وفعلا يشوف هيكمل حمزه ولا عبد مش الكريم هيكمل. راح على طول على برشلونه. وهو مش ضامن حاجه على فكره، انت هو فاهم؟ رايح هو مش ضامن. مش ضامن بس بس ايه؟ شوف الشغف، شوف العقليه، دي شوف عقليه بقى الطموح. احنا عايزين منها كتير. كتير قوي. كتير كتير قوي. قوي. بس فيعني احنا فرحنا والحمد لله اللي احنا وصلنا اللي احنا بقينا بنشوف منتخب مصر في كاس العالم بيقدر يعمل حاجه. وعايز اقول لك ان ده الطبيعي، بعد كده المفروض يحصل. خلاص. ده الطبيعي، ده لازم الطبيعي. يحصل. لازم يحصل. مين كان، خليني اسالك سؤال في مم. الاخر، مين كان افضل لاعب في المنتخب في كاس العالم 2026؟ افضل لاعب في المنتخب كاس عالم 26. هقول لك اسمين اسمين، مفيش او مشكله. ثلاثه. لا هم ثلاثه. لا اسمين. لا ثلاثه. خليهم ثلاثه. محمد صلاح. محمد صلاح. محمد هاني. بالترتيب. محمد صلاح لا يبقى لو بالترتيب اه. مصطفى شوبير. مصطفى شوبير. محمد صلاح. محمد هاني. امام عاشور فين؟ وامام طبعا. امام برضو من اللعيبه الجامده جدا وامام. في البطوله. طبعا لعيبه طبعا. كتير جدا اه كانت يعني في اكتر من لاعب الصراحه، بس انا بالنسبه لي محمد هاني عمل بطوله جامده جدا. جدا جدا. ليه؟ لان محمد هاني ما كناش متوقعين منه ده. يعني خلينا نكون واضحين جدا. بيعجبني حاجه في محمد هاني، قول لي. سيبك من الجوانب الفنيه طبعا. انا بالنسبه لي هاني لعيب، لو هقيمه فنيا انا يعني ممكن اكون عكس التيار شويه. لا هاني لعيب باك رايت كبير جدا، افضل لاعب في المكان ده بعد احمد فتحي. بيعجبني حاجه في محمد هاني بعيدا عن الجوانب الفنيه، هاني من اللعيبه اصحاب الشخصيات القويه. ودي حاجه في الكوره مهمه قوي، ان انت تكون لاعب عندك شخصيه. في لعيبه عندهم امكانيات ومهارات وبص كل حاجه، بس شخصياتهم ضعيفه، تحت الضغط بيتهزوا. محمد هاني خلال الفتره اللي فاتت وخلال فترات كتير فاتت كان بيتعرض لضغط عامل ازاي؟ بيتعرض لهجوم، بيتعرض لانتقادات، بيتعرض لحاجات كتيره جدا، ومع ذلك هاني عادي جدا. وده صح. حصل في كاس صح. العالم. صح. هاني في ماتش بلجيكا اون جول، هاني في ماتش استراليا اون جول. اون جول، وتعرض لبعض السخريه وبعض دي الانتقادات. قله ادب الصراحه. ولكن ومع ذلك هاني ايه؟ مم. هاني مفيش اي مشكله. هاني تشوف ماتش الارجنتين ولا اي حاجه. عامل ايه يعني؟ جامد ده جدا. جامد جدا وبيلعب. وحتى في ماتش استراليا بعد الاون جول وماتش بلجيكا، صح. صح. برافو لعيب عليك. صاحب صح. شخصيه كبيره جدا جدا ده اللي برضو جدا. الشخصيات دي احنا محتاجين ان احنا نشوف لعيبه ذوات شخصيه جامده جدا. انا بقى هسالك سؤال، مين افضل 3 لعيبه يا عم في البطوله؟ بالترتيب اعتقد رقم 1 امام عاشور. ماشي. رقم 1 امام عاشور. رقم 2 محمد صلاح. رقم 3 مصطفى شوبير. شوبير برضو جامد قوي. قوي. يعني ما شاء الله قوي عليه. قوي ربنا قوي. يحميه ربنا يحميه ربنا يحميه. باذن الله يحترف في نادي كبير بره. هو يستحق يعني ان شاء الله. نفسك انت يحترف. نفسي يحترف كذا صح؟ لعيب يحترف الصراحه. نفسك امام كمان يحترف صح؟ طيب انا يعني هقول لك بقى السؤال بالعكس كده، مين لعيب كنت مستني منه كتير وخذلك؟ طبعا قولا واحدا عمر مرموش. عمر مرموش كنا خذلني. مستنيين منه كتير. إيه لا، وبعدين كل مباراه تلاقي تقعد مع اي حد بنقول لنفسنا ايه؟ الماتش الجاي بتاع مرموش، الماتش الجاي بتاع مرموش، 5 ماتشات. فين انت؟ فين يا مرموش؟ فعلا انا على فكره كنت من الناس اللي كل ماتش تقول عمر مرموش ان شاء الله يفوز الماتش الجاي. وهقول لك على فعلاً حاجه، قبل البطوله تيجي تتكلم مع اي حد، لو هتتكلم مع 90 يعني معاك 100 واحد، هتكلم 95 واحد هيقول لك احنا املنا في مين قبل عمر البطوله؟ مرموش. عمر مرموش مش صلاح. مم. انت متخيل؟ ولكن ما تفهمش ايه اللي حصل. ولكن اعتقد من وجهه نظري عمر مرموش هو اللي عمل في نفسه كده. امتى؟ ايه؟ ماتش بلجيكا. مم. عمر مرموش ماتش بلجيكا كان طول الكرة في رجله جدا، مش بيباصي، في كذا كرة ما كان ممكن يلعبها مع اي حد من زمايله، لا بيقرر يشوط. فطبعا هو قالوا ظهر لك انانيه. لا فطبعا ظهر بمستوى مم. مش افضل مش حاجه. أفضل حاجة. بدا الاعلام وبدات الناس تتكلم ان فين عمر مرموش قدم مستوى سيء جدا جدا جدا. مش بس الصحافه المصريه والاعلام المصري، كمان الصحافه العالميه والاعلام الاجنبي. فين عمر مرموش قدم مباراه سيئه. فبدا
بدات الضغوط تتكون من المباراه دي من وجهه نظري. مم. بجانب بقى طبعا إن هو ممكن بقى ذهنيا مش مركز، مش عارف مصيره مع مانشستر سيتي خلال الفتره اللي جايه، طالع من موسم برده ما كانش بيلعب كتير، حاجات كتيره جدا. ولكن نرجع ونقول الجانب الذهني مهم جدا مهم جدا جدا. جدا، والشخصيه مهمه جدا جدا جدا. صح صح. يعني خلينا نقول بقى في اخر الحلقه، مستنيين بقى المنتخب كتير، مستنيين المنتخب كتير جدا، ونتمنى ان احنا يعني نشوف بطوله 27 و28 باذن الله، واحده فاضل منهم سنه، لمصر. فاضل واحده سنه، منهم لمصر باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله نحقق بطوله منهم، وان شاء الله نحقق الاثنين، ليه لا؟ ان شاء وان الله شاء الله باذن الله. نقدر نحقق الاثنين.